ناس تتحرك للإطاحة بأخونا بدر الداهوم. لازم تعرفون بدر الداهوم مدعوم من الشعب الكويتي كله. ترى ما نجح بفئة ولا قبيلة، ترى نجح بالشعب الكويتي كله. والله ما راح نخليه بروحه، والله ما راح نخليه بروحه. ديروا بالكم استغلال المحاكم في ملاحقة الشرفاء، ديروا بالكم لا تلعبون في النار. يا صباح الخالد، أي شيء يتعلق بأخونا بدر الداهوم يحصل راح أنت تكون المسؤول، وأنا أقول لك إياها من الحين، راح أنت أحاسبك على طول، لأن هذول كلهم اللي انحطوا في هالمراكز يو بمراسيم أنت اللي رافعها. الوضع ما عاد يحتمل. أنتوا عارفين الوضع شنو صاير بالكويت؟ لا حكومة في ظل الأوضاع الإقليمية الخطرة اللي قاعد تشوفونها دار مدارنا، لا وزير دفاع، لا رئيس أركان. تعرفون شنو حجم هالمشكلة هذه؟ هذا يبين لك إن ما في استشعار في المسؤولية بجميع الأصعدة. ما أطلع أي طرف منها. شوفوا خطورة الأمر هذا. لو تجي المحكمة الحين ما لها إلا طريقين، يا تبطل مراسيم يا تبطل عن طريق إجراءات. إن ابطلت مراسيم فهذا يبين إن القيادة وبياناتها ولا شيء، كأن القيادة المتمثلة في سمو الأمير وسمو العهد ما تعرف تعد ورقة، ما تعرف تعد ورقة. الحكم اللي صدر من المحكمة الدستورية يا أخوان لكم حق في انتقاده. الأمير الحين ما عنده شيء، حسب الحكم هذا الأمر عند القضاء ورئيس مجلس الأعلى للقضاء. هذا اللي حاصل الحين في الكويت، هذا اللي حاصل في الكويت. تبون أشيل مسمى نائب رئيس مجلس الأمة من حساباتي الرسمية؟ خل يطلع بيان رسمي باسم سمو الأمير سمو ولي العهد، خل يقولون حنا قبلنا في هذا الحكم